يا ترى ايه اللي يحول الست الطبيعيه لست عصبيه؟ العصبيه العاديه ده شعور انساني صحي طبيعي بيحصل لاي موقف يعصب. لكن احنا هنا هنتكلم عن العصبيه الزايده اللي هي مش مجرد مود وحش، لا دي بقت طبع. ازاي نفرق بين العصبيه الطبيعيه والعصبيه الزايده؟ هنقول هنا مجموعه من الاعراض لو موجوده يبقى انت فعلا بتعاني من العصبيه الزايده. رقم واحد من الاعراض دي رد فعل مش متناسب مع حجم الموقف، زي مثلا لما تزعقي للولاد بشكل هستيري وصعب جدا علشان انت اصلا متخانقه مع واحده صاحبتك والولاد ما عملوش حاجه. رقم اتنين التكرار. العصبيه بقت مش مجرد موقف عابر، ولكن هي بقت حاله شبه مستمره، دايما على شعره وهتنفجري. رقم ثلاثة التأثير السلبي على حياتك، مؤثر على شغلك، على علاقتك بزوجك، على أصحابك، أولادك بقى بيخافوا منك، ممكن كمان صحتك تتأثر زي صداع مستمر أو نوم متقطع أو قولون عصبي. رقم أربعة صعوبة التحكم، بتحسي ان انت مش قادره تسيطري على نوبات الغضب، بتحسي ان في وحش جواكي بيطلع غصب عنك، وبعديها بتقعدي لوحدك زعلانه وبيجيلك احساس بالذنب والندم وان الموضوع ما كانش يستاهل كل ده. طب هل عصبيتك الزايده دي مجرد ضغط وتوتر ولا في سبب تاني ممكن نكون مش عارفينه؟ اولا في اسباب بيولوجيه محتاجين نستبعدها، زي لخبطه الهرمونات فتره الطمس مثلا، طبيعي تكوني متوتره ومخنوقه، اثناء فتره الحمل، اكتئاب الحمل، اكتئاب ما بعد الولاده، ممكن كمان تكون اضطرابات في الغده الدرقيه او الارهاق الشديد والتعب. كل دي حاجات بتاثر على العصبيه. الاسباب التانية هي اسباب نفسيه وضغوطات الحياه المزمنه، ضغط الشغل، الولاد، الاهل، الاعباء الماديه. الضغط ده لما بيستمر لفتره كبيره ومن غير راحه، جسمك وعقلك بيوصلوا لمرحله الانهاك كانهم محروقين، والعصبيه بتكون اسرع رده فعل. كمان الاسباب النفسيه زي القلق والاكتئاب او قله النوم والنوم المتقطع بيخلي قدرتنا على تحمل الضغوط قليله جدا. السبب الثالث هي الاسباب الاجتماعيه، زي ان يكون عندك مشكلات في العلاقات، خلافات مع القريبين في دايرتك، زي سواء كان جوزك، اولادك، او بيئه العمل اللي بتشتغلي فيها، بيئه سامه. كل دي اسباب ممكن تخليكي تعبانه، زي عدم تقدير المجهود. كل دي اسباب بتخليكي عندك عصبيه زايده. طب ايه هي خطوات علاج العصبيه عند المراه؟ رقم واحد تشتيت الانتباه عن الغضب، بدل ما تركزي في زعلك فكري في حاجة تانية. رقم اتنين غيري المكان اللي حصلت فيه المشكلة. رقم ثلاثة التعبير عن نفس، حتى لو مش بالأشخاص، حتى لو أنا عن طريق إن أنا بكتب أفكارنا أو مشاعرنا في ورقة وبعد كده بقطعها وارميها. الغضب السريع دايما بيجي من التراكمات اللي بيكون سببها الكتمان. حاولي تطلعي مشاعرك أول بأول، هيساعدك تكوني أهدى كتير. ابعدي عن الشخصيات السامة، وحاولي تحافظي على تمرين التنفس. أول ما تحسي إنك داخلة على انفعال، خدي نفس عميق من أنفك وطلعيه من فمك بهدوء، وكرري الأمر ده كذا مرة. قللي من السكريات قدر المستطاع وبدليها بأطعمة غنية بفيتامين ب، ده هيساعدك إنك تحافظي على مستوى السكر الدم، وكمان تظبطي نسبة الأنسولين في الدم. والنقطة المهمة جدا هي النوم الصحي، وهو لازم يكون 8 ساعات يوميا، لأنه عمر كيمياء المخ ما هتتظبط واحنا مش نايمين كويس. في حالة ان كل الطرق دي ما جابتش نتيجة، يبقى انت فعلا محتاجة تساعدي نفسك عن طريق اللجوء لمختص. وخليكي عارفة ان العصبية الزايدة هي جرس انذار بتقول ان في حاجة غلط محتاجة تتصلح. وخليكي دايما فاكرة ان نفسيتك مش رفاهية، نفسيتك مسؤولية. ولاء محمد، يوميات نفسية.